بعد ما نزلت الفيديو اللي فات بتاع لية الخروف وازاي نستخدمها ونعمل منها اقوى مرهم لعلاج العضلات والمفاصل والروماتيزم، طلبتوا مني وصفة تكون تقضي كمان على الرطوبة اللي داخلة في العظم وآلام وخشونة الركب والمفاصل. وده كله قلتولي لو في وصفة ما فيهاش الدهن بتاع الخروف او الدهن الحيواني عامة تلحقينا بيها وتقولنا عليها. وانا بالفعل سألت لكم العطار اللي بيديني الوصفات الحلوة دي، وزي ما قلت لكم هو عطار موثوق فيه. عمره ما شاء الله ربنا يبارك في عمره يعدي ال 80 سنة، فعنده خبرة حلوة جدا. اداني وصفة النهاردة دي وهقول لكم على طريقة استخدامها وكل حاجة. حطوا لي لايك وشيروا الفيديو عشان يوصل لاكتر ناس محتاجاه فعلا وكسبوا فيهم ثواب. سموا الله وصلوا على الرسول وتعالوا نخش على طول على الفيديو بتاعنا. اول حاجة حضرت بولة بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. هجيب معلقتين كبار مليانين من النخالة او الردة العادية اللي بنستخدمها كده في شوي الكبدة والسمك عارفينها، او النخالة علشان الدول العربية. خدت معلقتين كبار من الردة. هجيب الطبق بتاعي ده واركنه على جنب. طبعا تقدري تعملي كمية اكتر من كده لو انت حابة، بس انا هعمل كمية صغيرة كده تقضي يعني ايه استخدام الوقت يعني المرة، فاهميني، المرة اللي احنا محتاجينها. دلوقتي هجيب طبق تاني وانزل فيه بمية سخنة. والتركية دي او الخطوة دي يا جماعة لازم تعمليها. هحط فوقيه طبق تاني فاضي وانزل فيه بزيت زيتون. ليه عملت كده؟ ليه ما خدت زيت الزيتون على النار دفيته؟ قال لي العطار ان الزيت الزيتون لو حطيه على النار هيفقد يعني الخواص بتاعته واهميته والصفات اللي احنا عايزينها من زيت الزيتون. فافضل شيء ان انتي تدفيه على ميه تكون سخنة، يعني على حمام مية دافي كده. هحط برضو معلقتين، هي معلقة تانية كبرت شوية بس مش مشكلة. طبعا انتوا عارفين زيت الزيتون مذكور طبعا الزيتون في القرآن ففوائده عظيمة جدا جدا، وربنا ان شاء الله يجعل لنا فيه كلنا الشفاء. فانا هبتدي ايه اسيبه على المية الدافية كده لحد ما يدفى معايا، يعني حمام مية كده. وممكن تسيبي المية على النار وتحطي الطبق كده فوقيها زي ما بتسيحي الشوكولاتة بالظبط، بس مهم ما تعرضيش الزيت بتاعك للنار مباشرة. بعد ما دفي معايا هجيب هنا النخالة وانزل بمعلقتين زيت الزيتون عليه. يبقى معانا معلقتين نخالة او ردة ومعلقتين من زيت الزيتون. هحط ده على ده. طبعا الوصفة بتاعتي دافية اقرب للسخونية بس في نفس الوقت الجلد يتحملها، وهو ده المطلوب منها. قلبي بقى كده مع بعضيه كويس جدا لحد ما تلاقي معاكي عجينة مفرولة كده. هوريها لكم دلوقتي وهقول لك على طريقة استخدامها، وطريقة استخدامها سهلة جدا جدا جدا، وان شاء الله تجيب معاكم نتيجة بإذن الله. بس انتوا سموا الله وانتوا بتعملوها، وسموا الله قبل ما تستخدموها. واوعي تنسيني من الدعوة الحلوة، ادعي لي تحت في الكومنتات وان شاء الله ربنا يكرمكم كلكم ولكم بالمثل. وسموا الله كده وبإذن الله تجيب معاكم نتيجة حلوة. وطالبة منكم كمان اي حد تعرفي ان مفاصل بتتعبه او عنده خشونة في الركب او الام في الرقبة الكلام ده كله، اديله الوصفة دي تحفة يا جماعة. خلاص دلوقتي جاهزة معايا زي ما انت شايفة مفرولة بالشكل ده ودافية، يعني انا ماسكاها بايدي دافية. دافيه بس متحملاها، حتى تلاحظي ان صوابعي احمرت شويه. هي دافيه بس متحملاها. انا اعتبر ان دي الركبه او المفصل او اي حاجه. طبعا انا حطيت جزء كده هو دافي. هبتدي اعمل ايه؟ هجيب بقى قماشه صوف والف الجزء ده. طب ما عنديش قماشه صوف عشان جات لي كومنتات على حته القماشه الصوف في الصيف والحر، مع ان هي يعني حلوه حلوه هتخرج اي رطوبه. ما عندكيش الشاش الطبي، الشاش الطبي اللي هو ده هتاخدي وتلفيه لو المكان ينفع الفه. يعني ما ينفعش ان انا اروح ايه هاجي على الظهر. طب هلفها ازاي؟ يعني لو الركبه، لو مفصل اليد، الرقبه، الحتت اللي ينفع تتلف كده هروح لف عليها بالشاشه دي. هي خفيفه ومش هتضايقك في الحر ابدا. لو ان الصوف افضل كتير هيمتص اي رطوبه وهتشوفي النتيجه قبل وبعد. اعمليها قبل ما تنامي واتكلي على الله كده ونامي وشوفي بنفسك النتيجه الصبح باذن الله بفضل الله. تلاقي نتيجه حلوه، اي رطوبه هيمتصها الرده كده مع زيت الزيتون، وهتحسي براحه وهترتاحي من الخشونة والآلام والكلام ده كله. سيبيها بقى من بالليل لحد الصبح وكرريها لحد ما ايه الألم يختفي خالص. وزي ما بقولك ربنا هو الشافي المعافي أكيد. هي مجرد أسباب وصفات وأسباب، بس بإذن الله بفضل الله تجيب معاكي نتيجة وربنا يرزقكم خيرها يا رب. يعني جربوها كده وسموا الله وادعي كده ربنا يرزقنا خير هذه الوصفة وإن شاء الله تجيب معاكي نتيجة. ده اللي أنا بعمله قبل أي حاجة، وإن شاء الله تجيب معاكي نتيجة. أنا بحبكم جدا، واكتبوا لي في الكومنتات طالبين ايه الحلقات الجايه نعملها مع بعض، واي اسئله محتاجين اسالها للعطار
انا اسالها له وارجع لكم بفيديو ان شاء الله ربنا ينفعكم بيه. بحبكم جدا، اشوفكم على خير فيديو جديد. سلام. جربوها باذن الله تجيب معاكي نتيجه، واوعي تبخلي على اي حد، اي حد محتاج الوصفه اوعي تبخلي عليه بالفيديو ده، واكسبي فيه ثواب وربنا يكرمنا جميعا. اشوفكم على خير فيديو جديد. سلام.